وقعت النهاردة غريبة جدا. الحادثة بتاعت النهاردة حصلت في المنصورة. أنا هدخل في الموضوع على طول علشان النهاردة الأم قدمت بنتها 10 سنين لعاشقها وقالت له عيش واتمتع. تعالوا بينا نسمع قصة النهاردة، بس قبل ما أقول أي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه أفضل الصلاة والسلام. إيه الحكاية وإيه الموضوع وإيه حكاية قضية المنصورة اللي مكسرة الدنيا؟ قضية المنصورة اللي مكسرة الدنيا لطفلة عندها 10 سنين، ضحية عشيق أمها. عارفين يعني إيه عشيق أمها؟ هقول لكم الحكاية. الأم اتطلقت بقالها كام شهر وعاشت لبنتها يا حرام، وقالت أبدا لا يمكن أجيب لبنتي جوز أم أبدا. أصيلة والله. لكن اللي حصل إن هي وهي واقفة في البلكونة شافت إبراهيم ابن جيرانها بيبص عليها من ورا الشيش. الله، في إيه يا إبراهيم؟ طب يا ترى إبراهيم ده عنده كام سنة يا عصافير؟ إبراهيم عنده 16 سنة وهي عندها 35 36 سنة، يعني أكبر منه ب20 سنة. راحت موقفة الولد وقالت له تعالى يا واد يا إبراهيم، انت يا واد بتبص عليا من ورا الشيش؟ قال لها يعني عادي يا أبلة. قالت له أبلة تعالى يا واد، مش عايز تقعد معايا شوية؟ خدت الواد واستدرجته على البيت وقالت له تعالى نقعد مع بعض شوية، وعملت علاقة معاه كاملة مع عيل عنده 16 سنة وهي زي ما قلت لكم 35 36 سنة. طبعا في يوم من الأيام البنت اللي عندها 10 سنين تعبت، أمها ترقفت بحالها وخدتها ودتها الوحدة الصحية. البنت وهي هناك قالت أنا تعبانة جدا وفي حاجة حساها واقعة مني، في حاجة بتقع مني، في حاجة بتقع مني. طفلة مش فاهمة حاجة. لكن الدكتور بعد ما تم الكشف على البنت قال اطلبوا البوليس فورا. ليه؟ ازاي طفلة في السن ده ومش بنت بنود؟ ده تم الاعتداء عليها اعتداء كامل، والبنت في حالة لا يسر لها. طبعا الام هنا وقفت وسكتت وما قدرتش تتكلم، بس الدكتور استجوب البنت وقال لها مين يا حبيبتي اللي عمل فيكي كده؟ قالت له ابراهيم. قال لها مين ابراهيم؟ قالت له صاحب ماما وحبيب ماما. عمل ايه ابراهيم ومين ابراهيم؟ قالت ابراهيم ده جارنا، بيجي الماما كل يوم ويسهر معانا، وبعد ما نخلص السهرة بياخد ماما وماما بتاخده ويخشوا اوضه النوم ويقفلوا على نفسهم الباب، وانا بخش اوضتي. طبعا خد منها الدكتور الجملتين دول وجري بلغ البوليس اللي بدوره جه وحقق مع الام. جاب الام قالت ايوه انا مرضتش اجيب لبنتي جوز ام واستكفيت ان انا يعني اصاحب ابراهيم. طب ابراهيم عنده كام سنه يا حاجه؟ 16 سنه في اعداديه. طب وازاي يعني عيل 16 كله رجوله؟ طيب وابراهيم؟ قالت قعدت معاه شهر واتنين وتلاتة لحد 6 7 شهور، وبعد كده الواد ابتدى يمل مني، فقلت له طب استهدى بالله كده، بس هنزل اجيب لك شويه حاجات فرفش مع البت شويه عبال ما اجيلك. ما كنتش متخيله ان الفرفشه بتاعته هتخليه يدخل ويتغوط ويضيع شرف بنتي. امال انت متخيله ايه؟ هيفرفش معاها هيشغلها فيلم كرتون؟ طبعا اعتدى على البنت اعتداء كامل وعاش. يعني الأم علشان تحتفظ بالعشيق اللي عنده 16 سنة ضيعت بنتها، والأم علشان ما تجيبش جوز أم لبنتها جابت عشيق عيل صغير عنده 16 سنة ابن جيرانها. فاهمين القصة يعني ايه؟ وطبعا زي ما انتوا كلكم تابعين معانا القصة عارفين ان ابراهيم مش هيتحاكم ولا هياخد اي حكم. ليه؟ لان زي ما احنا كلنا عارفين ان مفيش اي حكم على قاصر عنده 16 سنة. يعني لو عمل كده مع 100 بنت ابراهيم قاصر، القانون اللي احنا عايزين نعدل فيه. طيب هل الام اللي زنت مع ابراهيم تتحاكم؟ لا طبعا، ولا هتتحاكم. هي هتتحاكم بس علشان فرطت في بنتها وعملت خلوة ما بينها وما بين إبراهيم عشقها.
لكن مش هتتحاسب على واقعة الزنا لأنها أولا مش متزوجة، ده أولا. ثانيا إن اللي بيقدم على واقعة الزنا بيبقى زوج، مش جيران، مش بنت، مش ولد. هو الزوج بس اللي من حقه إن هو يشتكي أو يعمل محضر في مراته بالزنا. طيب إيه بقى؟ إيه الدنيا دي؟ إيه الحياة اللي إحنا فيها دي؟ لله الامر من قبل ومن بعد. ونسيت اقول لكم على فكره ان ابراهيم لازال هربان، بس تم القبض على الام لانها فرطت في بنتها وسابتها مع شاب طايش صايع كل حاجه فيه. ما عنديش حل تاني غير هقول منتظرين تعديل القانون ده، لان في كتير ناس في الاعمار دي بيعملوا كوارث وما بيتحاسبوش، ويوم ما هيخشوا الاحداث هياخد 15 سنه، 5 سنين، 10 سنين. طيب يسوى ايه الحكم ده مع عيله صغيره اتدمرت حياتها بسبب امها؟ لا اتجوزوا وهاتوا جوز ام لعيالكوا ولا انكم تعملوا كده. اولا زنيتي، ثانيا دمرتي بنتك وضيعتي نفسك وضيعتي سمعتك وشرفك وشرف بنتك وضيعتي شاب 16 سنه. انا مش عارفه ال 16 سنه ده قدر يملى عينك ازاي وتعيشي معاه كل الشهور دي في الحرام. انا مش فاهمه بجد، انا مش فاهمه. هي دي يا جماعه قصه النهارده لقلبة محافظه المنصوره. شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصه جديده في قصص وحكايات هدى.